بص يا جماعة الفيديو ده كده، ركز فيه كده وشوف اللي بيحصل في الفيديو ده. بص، دي طبعا كمية أطفال، يعتبر أطفال 15 و16 سنة، كلهم مترصصين زي ما أنت شايف كده. 15 و16 سنة يجي لهم مين بقى واللي يرصصهم كده؟ مين؟ الدولارات الكبيرة اللي هي بتوزع المواد المخدرة، الهباب الأزرق اللي بيطفحوه على دماغهم وعلى دماغ اللي بيوزعوا. اه والله العظيم. بص، اتفرج كده معايا. بص الشابين ده وده خلاص، ده شال الشكاره بتاعته ومشي، شكله بتاع خردة او بيلم بلاستيك عشان يجيب مصاريفه ويقدر يصرف على نفسه ويقدر يصرف على الهباب الازرق اللي بياخدوه. وبص الاتنين دول طبعا نازلين من توك توك زي ما انت شايف، عمال يوزعوا، كل واحد ياخد كيس ويتكل على الله، كل واحد ياخد حاجته ويتكل على الله، كل واحد ياخد ويمشي. ويجي ناس تانية بمكنه زي ما انت شايف برضو معاهم، وما تفهمش دي. بص عيال لسه صغيره. بص عيال لسه صغيره، احنا مش عارفين الشرطه والحكومه ساكته ازاي على حوار زي ده، او حوار زي ده مش شايفاه ازاي او متغاضيه عنه، رغم ان نص العيال دي كلها يعني يعتبر مسجله ويعتبر تشريد ويعتبر حاجات كده ما تفهمش جايبينها منين. بص اهو الواد ماشي اصلا مش قادر يمشي، بص من كتر الهباب الازرق اللي بيطفحه على دماغه. بص عيال صغيره، والله والله عيال صغيره يا جماعه. بص كل واحد مستني دوره، قاعدين بالدور اكنهم هياخدوا عيش. بص كل واحد مستني دوره عشان ياخد، وياخدوا بعد ما ياخدوا. طبعا النهارده هو لم شويه بلاستيك فجاب له شويه، مشوه النهارده، بكره عايز جرعه زياده، فهيعمل ايه؟ فهيضطر ان هو بدل ما بيلم بلاستيك ما عادش نافع، يخش على عماره يشيل له موتور، يشيل له مش عارف ايه. طيب بكره بقى الجرعه زادت والموتور ما عادش نافع، والبوابات اللي بيسرقوها ما عادتش نافع، والحاجات اللي بتشال من الارض برضه ما عادش نافع، يتجه لفين؟ لبيته، يسرق بقى دهب امه دهب اخته، يعمل حاجات من ديت. طب الحاجات دي ما عادتش نافعه، يبتدي بقى يخبط ويلوش ويقع في الارض و... وربنا يحفظنا ويحفظ اطفالنا طبعا. بس الناس دي لازم تتحاسب يا جماعه، والله العظيم لازم تتحاسب، ولازم كل واحد ياخد جزاؤه. بص بص اطفال صغيره، ومعظمهم كلهم شغالين في البلاستيك وشغالين في الخرده لا اله الا الله. بص اطفال صغيره، وعلني علني في وسط الشارع قدام الدنيا كلها، ومفيش خوف ولا في كسوف.